اسهل تتبيله ممكن تعمليها لاجنحه الدجاج وكمان الفراخ المشويه التتبيله اللي هنعملها دي. وكمان مش هنشويها في فرن البوتاجاز ولا فرن الغاز، هنشويها في الاير فراير او القلايه الهوائيه ان شاء الله، من غير زيوت ولا دهون وصحيه جدا. تعالوا نشوف هنتبل اجنحه الدجاج بتاعتنا بايه. تتبيله بسيطه خالص: بابريكا وفلفل اسمر وكمون وكزبره وبصل وتوم باودر، ومعايا معلقتين من الكاتشب، ومعايا كمان عصير ليمون او بديل الليمون، ومعلقه من عسل النحل الابيض. لو مش متوفر عسل نحل ممكن تحطي معلقة عسل اسمر، مش مشكلة. هنقلب الخليط ده كله مع بعضه، طبعا باضافة الملح عشان نظبط الملح بتاع الوصفة بتاعتنا، ونبدأ نقلب الخليط مع بعضه. بس طبعا لو حابة تحطي دبس الرمان ممكن تحطي، حابة تحطي دي معلقة خل يا جماعة عشان أجنحة الدجاج، وطبعا عشان تسهل في سواها معانا. اي اجنحه دجاج عندك ممكن تتبليها من على بيات، بس انا طبعا عملتها في ساعتها لان حطيت كمان بهار اسمه خلنجال. الخلنجال بيسهل معايا عمليه التتبيل، بوصلها لاجنحه الدجاج او الفراخ او اللحوم بسرعه، وبخليها ما تاخدش وقت في التتبيل. قلبت الخلطه بتاعتي كويس جدا، وطبعا هنقع فيها اجنحه الدجاج اللي انا غسلاها. طبعا من نص كيلو فراخ اجنحه دجاج يعني هتعملي وجبه ل6 افراد وهتكفيهم وتفيض، وما شاء الله طعمها وشكلها خرافه. هتشوفوه معايا في اخر الفيديو. هنبدا نتبل الفراخ زي ما انتم شايفين. هصفيها كويس من الميه، انا كنت نقعاها في خل وليمون وملح. نقعتها حوالي 3 4 دقايق مش اكتر من كده، وطبعا على طول على التتبيله بتاعتنا. انا سبتها حوالي نص ساعه مش اكتر، يعني شوفوا ما خدتش وقت معايا خالص. زي ما قلت لكم الخلنجال داني ما شاء الله تتبيل وصل للحوم بسرعه. اللون بتاعها حلو كده ليه؟ طبعا من الكاتشب والعسل والبابريكا كمان. بابريكا نحطها عاديه مش مدخنه. خلصت تتبيلها، وطبعا على طول بعدها بنص ساعه هبدا ارصها في الاير فراير. الاير فراير بتاعتي زي ما قلت لكم هي كذا رف ورا بعض كده، مقاسها كبير، وطبعا بستخدمها في القلي من غير زيوت، وبتسهل عليا جدا شغل المطبخ ما شاء الله. هعمل لكم حلقات كتير عنها، بس يا ريت تتابعوني وتعملوا لي لايك للفيديو وتشتركوا في القناه. شايفين ما شاء الله الاجنحه برصها على ورق زبده ليه؟ لان الشبكه بتاعت الاير فراير لو طبعا الفراخ اتحطت عليها الاجنحه هتمسك فيها، لان ما حطيتش اي ماده دهنيه. الماده الدهنيه هتنزل من جلد الفراخ نفسه، جلد الاجنحه كلها. برصها بالطريقه دي. اهم حاجه اللي مش عليها صوص انزل عليها صوص. هما كان عندي 3 ارفف، حطيت في رفين 2 بس من الارفف بتاعه الاير فراير. ادي حجمها ما شاء الله كبيره. هبدا اظبطها على حوالي نص ساعه. انا هزود الوقت اهو، وطبعا ال190 هخليها 200. طبعا انا سخنت الاير فراير قبلها بدقيقتين 3، انا بحاول ازودها اهو. جت على 200، دي اعلى درجة حرارة. هخليها على نص ساعة. هاخد ربع ساعة في الرفين فوق بعض، وبعد الربع ساعة التانية اعكس الرفين، يعني اللي تحت اطلعه فوق واللي فوق انزله تحت. شايفين ادي شكلها اهو. يعني الحراره بتبقى من فوق بس. انا طبعا هشغل المروحه دلوقتي بتاعه الاير فراير عشان توصل معايا في التهويه اللي تحت وفوق، تبدا تسويهم معايا نفس التسويه، بس اللي فوق هو اللي هياخد لون عن اللي تحت. فهنزله بعد اول ربع ساعه. شايفين شكلها اهي في الفرن. انا شغلت طبعا اللمبه الداخليه عشان تشوفوها اهو. ادي شكلها اهو. طبعا اول ربع ساعه هنقلهم وهنطلع اللي تحت فوق واللي فوق تحت عشان تاخد نفس درجه السوا واللون. كده خلاص تمام قوي. هسيبها اول 10 بدأت سبتها اول شوف جت اضغط على الزرار جاب ال10 دقايق. هرجع ازوده نص ساعة. اول ربع ساعة هفتح وهعكسها. يعني شايفين ما شاء الله. هوريكم بس همسكها بالماسك اهو. شايفين لونها عامل ازاي؟ هنزلها تحت وهطلع اللي تحت دي فوق، لان طبعا ما خدتش لون. هي دخلت في سوا بس ما خدتش معايا لون، وانا عايزاها تاخد لون. هنزل طبعا اللي ده خدت لون معايا. انا طبعا مش حطاها على الرف، انا حطاها على الحامل بتاع البطاطس اللي بتلف. لو حابين نعمل لكم ريفيو عنها ممكن اعمل لكم ريفيو عنها الحلقه الجايه ان شاء الله. طبعا كده هتكمل معايا. هبدا ازود كمان التايمر. انا سبتها تلت ساعه، هسيبها كمان ربع ساعه، يعني هتاخد معايا حوالي من نص ساعه لنص ساعه و5 دقايق. شايفين قبل ما الوقت يعدي بحوالي 6 دقايق. ادي شكلها اهو جاهزة للاكل ما شاء الله. بس انا هديلها لون كمان، يعني هدخلها تاخد اللون اللي هتشوفوه في الاخر ما شاء الله. طبعا انا عملت جنبها رز اصفر ما شاء الله مستوية اهي. رز اصفر عادي مبهر، وطبعا عملت سلطة خضراء وخضار وبالهنا والشفا. عايزة منكم لايكات كتير. حلقة سهلة وبسيطة، وادي التتبيلة بسيطة. شايفين الرز عامل ازاي ما شاء الله.
عسل عسل عسل. وادي الاجنحة معايا لونها خطير وطعمها احسن واحسن كمان. عايزة منكم لايكات وتشجيع، وان شاء الله الحلقة تحوز رضاكم. التتبيلة بسيطة، لو ما عندكيش اير فراير اعمليها بنفس التتبيلة ورصيها في صينية في الفرن، هتاخد معاكي درجة لون خطيرة وهتستوي معاكي بكل سهولة. اتمنى حلقة النهاردة تعجبكم. الى اللقاء في الحلقة الجاية يا احلى عيلة في الدنيا. عايزة تشجيعكم على الفيديوهات بتاعتي، ويا رب التتبيلة تكون عجبتكم من غير اي افتكاسات.